السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا فيكم بقناة عالم منال. اليوم معنا وصفة حلو مكوناتها كتير بسيطة وتحضيرها سهل وسريع. وصفتنا رح تكون بالباف بيستري، بس قبل ما نبدأ ياريت ما تنسوا اللايك والسبسكرايب والشير وتفعيل زر الجرس لحتى يوصلكم كل فطائر الباف بيستري بالحشوة الكريمية والفراولة هي وصفتنا لليوم. خلينا نبدأ. المقادير اللي رح نحتاجها: قطع الباف بيستري، ولحتى ندهنه بنحتاج لمعلقة زبدة مذوبة بمعلقتين حليب سائل، ومعانا كمان كاستين حليب سائل، نص كاسة سكر، عنا معلقتين طحين، معلقتين نشا، صفار بيضتين، وعنا كيس بودرة كريمة، وبنحتاج كمان لمعلقة زبدة، معلقة صغيرة فانيلا، وفراولة بنقطعها لحتى نحشيها بالباف بيستري. رح نبدأ بتجهيز الوصفة. هلأ معانا قطع الباف بيستري. أول خطوة رح نعملها رح ندهن القطع بخليط الزبدة والحليب. بعد ما خلصنا دهنها بدنا نمسكها ونسكرها بشكل مثلث. طبعا مثل ما انتم شايفين الورق اللي بيكون بين القطع ما شلته لحتى يسهل علي تسكيره. بنسكرها كتير منيح مع الأطراف. طبعا بنضغط عليها من الأطراف وبنحطها على الصينية عليها ورق الزبدة. وهلأ بعد ما جهزنا القطع وسكرناها منيح بدنا ندهنها بصفار البيض. وهلا بعد ما خلصنا ودهناها بصفار البيض بدنا نحطها بالفرن درجة حرارته 180 على الشبك طبعا الوسط لحتى تنفش معنا وتتحمر منيح. تاخد تقريبا من 30 ل 35 دقيقة أو حسب حماوة الفرن عندكم. وهيك بعد ما خبزناها وطلعت معنا بهالشكل طبعا بدنا نتركها لحتى تبرد تماما، وبهالأثناء بدنا نحضر للخليط الكريمي اللي بدنا نحشي فيها. لتجهيز خليط الكريمي أول شي بنضيف الحليب طبعا على البارد كله رح نضيفه هلا. بنضيف السكر، وهلا بنضيف الطحين والنشا وهلأ بنضيف صفار البيض، وبدنا نخفقهم كتير منيح على البارد طبعا لحتى تتجانس معنا كل المكونات. هلأ بنرفعهم على النار. بنستمر بالتحريك لحتى تبلش تجمد معنا. وهيك جمدت معنا الحشوة الكريمية.
بعد ما جمدت معنا بنطفي النار وبنضيف الزبدة والفانيلا وبنقلبهم مع بعض. هلا احنا تركناها لحتى تبرد معنا شوي لحتى نضيف بودرة الكريمة، بنقلبهم برضو كتير منيح. وبدنا نتركها على جنب لحتى تبرد على الآخر. وهلأ بعد ما خلصنا تجهيز الحشوة الكريمية بتكون بردت معنا قطع البيف بيستري، بدنا نفتحها من النص عشان نحشيها. هلا لحتى نحط الحشوة الكريمية بكيس الكريمة أو إذا بتحبوا بالمعلقة بنحشيها من الوسط طبعا، وبنضيف قطع الفراولة طبعا الكمية اللي بدكم إياها، بس كل ما كترتوا كل ما طلعت أطيب. وهيك صارت قطع البيف بيستري جاهزة معنا بالحشوة الكريمية والفراولة. آخر شي بنرش عليها السكر البودرة. خلصنا وصفتنا لليوم، وصفة كتير شهية، حشوتها لذيذة، بتقدروا تقدموها وتاكلوها على طول، وبتقدروا تخلوها بالثلاجة. وإن شاء الله تكون عجبتكم هالوصفة وتجربوها وتحكوا لنا رايكم. وقبل ما نختم ما تنسوا اللايكات والسبسكرايب، وصحتين وعوافي على قلوبكم لحتى نلتقي بوصفة جديدة.